انه ندخل في واحد الملاجهه، في واحد المشاده ما بين تكون مغربيه مغربيه. وانا في اعتقادي نحسن الظن في الاخوه المغاربه، ومن ونخليو العلاقه المغربيه تكون شويه ايجابيه زعما. وانا زعما هذا رجاء مني لخويا ياسر، رغم انني كنتفق معه في الشيء الاخر كله. يعني هذاك الشخص او هذاك الكائن او هذاك المخلوق لا يستحق يعني ان الانسان يتناظر معه. وانا سبق لي ان تناظرت معه، ولكن السياسي راه كان حاضر وشديناه، يعني جلدناه لمده 6 سوايع هو يئن تحت الضربات ديالي انا العبد الضعيف وديال الاستاذ ياسر اللي كان معنا، ولقناه الدروس ولم نسمح له. السياسي هو حاضر معايا، لم نسمح له بتمرير مغالطه واحده، حتى حينما يتحدث بالفرنسيه. والاخوان الخليجيين، المنصه كانت خليجيه ما كيعرفوش اللغه الفرنسيه، فكنقولوا ما يقصد بهذه الكلمه يجب ان تسحب حالا ويجب ان يعتذر عنها الا ما نكملوش اللايف. وكنا مستأسدين في ذاك المنصه ولم نسمح بتمرير اي مغالطه. للاسف الشديد اليوم شفنا ان مجموعه المغالطات اللي هي مريرات، كاين مغالطات اللي هي كبيره وكاين مغالطات اللي هي صغيره، والانسان لا يفقه شيئا في التاريخ ولا يفقه شيئا في المعطيات التاريخيه. يكفي انه قال بان افخر تم نفيه، وهذه المعلومه بحد ذاتها كان ممكن ان الانسان يسالي معاه وما يكملش معاه في النقاش. ثانيا كما قالوا الاخوان ان نحن يا شخص الملك، رغم ان تحيد اسم الدستور انا لازلت اؤمن بها. انا عندي شخص الملك مقدس ماشي قدسي الله سبحانه وتعالى، ولكن عنده واحد الاحترام اللي هو يتجاوز الاحترام اللي عند المواطن المغربي العادي. احنا عندنا المؤسسه الملكيه فوق مستوى النقاش وفوق مستوى الشبهات ما بين المغاربه، فما بالك انه يجي موسخ ديال الاخلاق انه يتناول السيره ديال محمد الخامس رحمه الله عليه. لان ذاك محمد الخامس الله يرحمه كان شويه ديال النيه، اما كان كيف شويه ديال الريال بوليتيك وكان عنده واحد لونتوراج مزيان، كنا نصفيو شحال هذا المشكل ديال الصحراء الشرقيه المغربيه. وبالتالي انا اقول بانه مثل امثال هؤلاء، اولا المناظره خصها تكون فيها واحد لا بون فوا، واحد الحسن النيه في المناظره، والانسان يناقش فيما هو تاريخي، يناقش فيما هو سياسي بعيدا عن الشخصنه. وحينما يجرون الى النقاش ديال الاشخاص فهو يضع يعني المسؤولين الجزائريين والمسؤولين المغاربه على صعيد، وهذا فرق كبير. من توضع ان سلاله شريفه لانها ركمت الازيد من 3 قرون من الحكم في المغرب وانها تنتمي الى العطره النبويه الشريفه، تقارنها مع بعض المجرمين الذين لا حظ لهم لا في تاريخ ولا حظ لهم لا في جهاد ولا حظ لهم لا في كفاح، وانك تولي تقارنها وتوازنها مع الرموز ديال المؤسسه الملكيه ولا ديال الرموز ديال المملكه المغربيه، انا ارفضها. وبالتالي مثل هؤلاء الاشخاص، مع انني احسن الظن في الاخ شكري، ولكن ان مثل هاد الناس هادو المفروض انه الانسان ما يطلعش معهم بتاتا. اتحدث على سي شكري. اما النكيرات اللي كانوا معاه، فانا اتذكر ويتذكر مع اخي ياسر انه مباشره بعد جلدنا هذا بوتقبه هذا، انه مباشره بانه هذاك النكيره طلع هذا بوتقبه هذا وناقش معاه وشرفوه في المنصه وقال له بانك كنت احسن من الدكتور الصنايبي، بان دومير احسن من الدكتور الصنايبي، وربما السياسي ياكد على هذه المعطيات. وبالتالي نحن يجب أن نضع خطوطا حمراء للنقاش. أي واحد لا يحترم المؤسسة الملكية، أي واحد لا يحترم الثوابت المغربية، فهذا الإنسان لا يمكن تشريفه بالنقاش بالمناظرة. أما مسألة ديال على النظامين، نظام واحد هو اللي خصو يبقى، فهذا الكلام الأستاذ ياسر قالوا بخروبة شحال هذه، قالها في السبعينات القرن الماضي، وقال بأن المغرب والجزائر مثل سيفين لا يمكن أن يكونا في غمد واحد، وبالتالي يا اما نحن يا اما هم. هذه هي قناعه ديال النظام العسكري الجزائري، للاسف الشديد يرددها من تربى على هذه العقيده البخروبيه ويؤمن بها ايمانا. السي صنايبي، السي الدكتور، هو عنده الحق، لان هذا المثل المرادف ديالو هو عمر العين تعلى على الحاجب. اذا غادي نحطوا لا يمكن لغمد ان يحتوي سيفين، ولا يمكن لعين أن تعلى على الحاجب. إذن الجزائر إلى مقبرة التاريخ. تفضل أستاذ. وهو أخويا أنا قلت لك بلاتي تفراوت، بلاتي الله يرضي عليك، تفراوت شورى اللي ما ديروش لي الثنائية الله يرضي عليك. لا ماشي مع السنايبي، راك كنت باغي نقول لك شي حاجه. واخا غير بلاتي نخليو السنايبي يسترسل، انا قطعت التعاليق. شوف التعاليق، ما عنديش مشكل، حريه التعاليق، خلي بنادم يفوج على قلبه. تفضل السي صنايبي.
انا ما عرفتش شنو كاين في التعاليق هادو، ولكن انا كنهضر من القناعه ديالي ومن المبدا ديالي. انا اللي ما بقيتش كنفهم هو هذا التطبيع المبالغ فيه ديال هذه الخونه مع النظام العسكري الجزائري، وصحوا انهم كيدافعوا عليه يعني عين باين. واكثر من ذلك، انا اليوم عندي واحد اللايف من بعد واحد ساعه ونص ولا مع التسعود، فمشيت السياسير كنشوف التقرير ديال الامين العام للامم المتحده، قال واحد الكلام خطير وخطير جدا. قال بان البوليزاريو راسلت الامين العام للامم المتحده على اساس ان مجموعه من المراسلات تصلها من الاقاليم الجنوبيه للمملكه المغربيه، وترصد الخروقات في مجال حقوق الانسان وترصد التضييقات. يعني ان واحد الطابور خامس ديال الخونه يعني مرتبط بواحد الايديولوجيا انفصاليه خطيره وخطيره جدا، وبالتالي نتعرض اننا يعني بين فكي الراحه اننا نتعرض لهجمات ديال هذا النظام العسكري من الجزائر ومن بلايص اخرى، ونتعرض لها حتى من الداخل المغربي. وللاسف انه حتى شي ناس من داخل يعني المملكه المغربيه يعني ولاو كيهاجموا المملكه المغربيه بواحد الشكل عادي وعادي جدا. انا بغيت نسول زعما شنو هو المعيار ديال الخيانه في المملكه المغربيه؟ واش انه مقبول؟ انا كنعتبر كما قال السياسير انني انا يعني اتواجد على نفس الجبهه مع اخي اللي هو في الاقاليم الجنوبيه للمملكه المغربيه، وبالتالي اذا كان هذا يتعامل مع الخونه بشكل عادي، فواحد اخر يقول لك انا نتعامل زعما فين كاين المشكل. هذه نقطه يعني اللي خصنا اننا نوضعوا لها شي شويه حد. واضيف بانه كما قال السياسير ان ماشي مشكل انك تطلع تناظر، لكن جوج حوايج، جوج ديال الشروط. اولا تكون قاد بهذه المناظره هذه وتكون على علم بجميع الشبهات التي يثيرها الخصوم ديال الوحده الترابيه، والثاني انه يكون نقاط حمراء، وتكون يعني تكون واحد لي ليميت، ان واحد طالع معك لا يهمه الحقيقه التاريخيه، واحد لا يعلم يعني يناقش معك حرب الرمال، لا يعلم حتى رئيس الاركان ديال الجيش الجزائري ان ذاك شكون هو، لا يعلموه. هو كيقول واحد الكلام قبيلات اللي هو انا غير طليت عليه والله لا 5 دقائق، قال لك سولني وانا نجاوب على اللي بغيت وما نجاوبش على اللي بغيت. يعني كاينه نيه حاضره حتى في النقاش. يعني الهدف ديالي هو نطلع انا نمرر لك مجموعه من السموم. هذا هو كما قال السياسير، انني نحاول ان اطبع في الضرب ديال الصوره ديال الرموز ديال المملكه المغربيه. الهدف ديالي هو انني نمرر السموم ديالي ولست مضطر لان اجيبك. هذا هو الخطير في مثل هكذا مناظرات. اما المناظره المفروض انها تحدد القواعد ديالها، المفروض انه كيتحدد المسير ديالها، المفروض انها كتحدد نقاط البحث. غنتحدثوا في هذه النقطه، وبعد ما يسمى بتحرير نقطه البحث نمر للنقطه الثانيه، ثم نمر للنقطه الثالثه، ثم نمر للنقطه الرابعه. اما انني نطلع وحط قدامي انا ويتواصل مع الكبرانات ويقول له قول هادي وقول هادي وضرب له في هادي وسب له في هادي، ونمرر ال 1200 واحد المجموعه ديال الخزعبيلات ونعاود ننزل، هذا بالنسبه لي كيكون نجاح بالنسبه لي له. فاعتذر الاطاله خويا ياسر، وما عرفتش تتفقتي معي ولا لا. شكرا. لا اتفق معك جمله وتفصيلا، لان هنا نستحضر اللايف يعني قديم. وما انا لا اسمي اللقاء مع توتو مناظره، والله لا يرتقي الى ان يكون مناظرا. وان كشفت عن اوراقي فاكون قد اجحفت في حق امي وابي لما جالسته في يوم من الايام، قسما بالله العلي العظيم اقولها بكل صراحه. وانما اقول مراجعه او عشوائيه يعني قمنا بها في يوم من الايام مع هذا المسمى قيد حياته توتو، لا اقل ولا اكثر. لانه لما كان عند المسمى قيد حياته الشرعي نفس الشيء، قال انا اعطوني الحريه ما سوقيش، انا داك الشيء اللي بغيت نهضر عليه. علاش كيهضر؟ نتكلم عن الاقتصاد يتكلم عن محمد الخامس، نتكلم عن الدوله يتكلم عن الحسن الثاني، نتكلم عن الحرب يتكلم عن محمد السادس. السيد مؤطر على ان يدس سمه في ملوك المغرب، واحنا راه ملوك المغرب كيجريو لينا بالدم، لن تستطيع بخبتك. ولكن هو كيأدي المهمه ديالو بنجاح. انا راه من هنا راه ارفع له القبعه، ولكن ارفعها نضربها لمو على وجهه على كل حال، ولكن ترفع له القبعه قبل ما تضربها ليه على وجهه، لانه كيأدي الخدمه ديالو تجاه الوطن ديالو اللي هو الجزائر. ولكن المشكل في هاد التريكه اللي معانا هادو منين تقري هذا بنادم هذا؟ على الاقل كون ندا للند، وكون ندا للند. راه ما قلنالكش ما تطلعش، ما قلناش لك ما تمشيش، ما قلنا انا لا افرض عليك اي
ما تحرقوش دمنا صاحبي. المغاربه كاملين قال لك اختفوا اليوم، اختفوا كل شيء المغاربه قالوها. كن اهلا لذلك النقاش، لان النقاش مع هذاك الشخص هو ليس نقاش في التاريخ، هو نقاش في الخبث. هل انت خبيث؟ خويا سير هاد نونو معنا هنا وكيسب الملك في الكومونتيرات اصاحبي، واش انت بعقلك نونو شويه لاباس؟ هاد نونو هذا كاين كيكومونتي وكيسب الملك في الكومونتيرات، واش انت شويه لاباس نتايا ولا بعقلك ولا كنبانو لك حنا بياضق هنايا؟ نونو انا كنت باغي نوريك الباب ديال الفضاء، الساعه بان لي وقيلا يلاه طحتي منه. ها انا ما عرفتش مطلعك مجلسك هنايا. شتي كي دايره. انا راك تبغي نوريك البنطاغون كاين في الجزائر. دابا راه ما غاديش تعرفوا شنو هي البنطاغون كاين في الجزائر. دابا داكشي اللي جبتيه ليا ديك النهار كنت باغي نشرحه لك، وكنت غنبين للمغاربه انك لا تعرف حتى البنطاغون شنو هو، وكنت غنبين لك كنت غادي نقريك، كنت باغي نعطيك واحد الدرس بسيط جدا ونكشف لك الاوراق ديال كولايور شويه، ونقول لك ان البنطاغون كاين في الجزائر، وان الجزائر والجزائريين ما يقدروش يقربوا ليه. اوكي، وهاد الهضره اللي كنقول لك قيدها وسجلها. انا اتحداكم انكم تقربوا ليه، او تبنيو حداه، او ديروا شانطي حداه، او تزوروه، او تقربوا منه، او حتى تعرفوه. اوكي، ولكن ملي انت مشيرين لك البطونه ديال سميتو، نعتوا لك نفس الطريق. سير التقيه اللي كان كيبغي يجيك بها كيفاش؟ انت راك عارف غير نموذج. لا شوف، ماشي تقيه، وهذه حقيقتهم ليست تقيه اصاحبي. راه الدوله الجزائريه نازله للتيك توك ونازلين معنا التيك توك. علاش بوريطه ديك الخطره دواو معاه قال لهم انا ما بقيتش كنناقش واش بوريطه ينزل للتيك توك راه يقلب لقى راسو مع من غيديوي. واش بوريطه خصو يدخل للتيك توك باش يمارس الخدمه ديالو؟ انا راه كنتخيل بوريطه كتجيه مكالمه من عند ملك البلاد تيقول له ودي سيدنا واش نمشيو للتيك توك؟ كيقول ليه لا خليه راه تيلعبوا به، ماشي تيلعبوا معاه تيلعبوا به تيك توكرز. هذه هي الحقيقه، دومير منين تقدوه؟ واش ماشي من تيك توك؟ دومير راه حقق لهم انجاز عظيم عندما تكلم عن نسب الملك. عرفتي شنو هي تهضر على نسب الملكة المغرب؟ راه عرفتي شحال من قرعه ديال الفودكا غادي يضربوا عليها اصحاب الحال؟ راه ما رقدوش، ما داهمش النعاس. ولكن ملي قالوا لهم اجي ترى النسب الملك والنسب ديال خونا في الله راه بجوجهم يعني نفس الشجره، حقا لا بلاتي عرفتي اش غدير؟ اسكت، ما باقيش دوي في هادشي، فرشتيها عورتيها. عرفتي شنو هي واحد كيدوي على بوسبير دايرين ليه ما عرفت شنو؟ السيد راه كيحقق انجازات، كملها بالبكا والشكا. اناري العار وانا ما ديتو، ديوني فين ما بغيتو مشاكل. قنازه ديوني، ما تخليونيش هنا، ديوني معاكم. الا عقلتي ديك غادي خارجه كوباك والو، ديوني معاكم. سياسير نعم سياسير. نعم. اولا شوف، اولا ماشي هو اللي طعن في النسب ديال الاسره المالكيه الشريفه، هو ايران هي من طعنت، والكتب كلها جاءت من ايران، والتحاليل كلها جاءت من ايران. هو ذاك المستوى شويه كبير عليه وما يقدش عليه وما يعرفلوش. ثانيا انا حصل لي الشرف انني كنت صاحب واحد الرد بسيط، وانا الذي ربطت هذا يعني النسب ديال سيدنا الله ينصرو الاسره الملكيه الشريفه مع الاسره ديال سيدي احمد التيجاني، وقمنا بالتواصل حتى مع الزاويه التيجانيه وفرتكنا لهم ذاك الفيلم كامل، وبالتالي يعني اسقط بين يديهم هذا الملف هذا اللي جبدوه وانفجر فيهم. تفضل خويا ياسر. نعم، ناخذ الرجل الزين. تفضل الرجل الزين. ما تنسانيش اخويا ياسر. اخويا ياسر واحد لا ما ننساك بلاتي بلاسي خاصك قريسون. تفضل مغرب الرجال، تفضل. اول يا عباد الله، انا بنادم طالع معايا واحد بلاسي، واحد قال لك بلاتي ناكل، واحد قال لك بلاتي ياسر لا بلاسي يا ودي بلاسي. ما قلنا لكم
الصباح وانا واقف، ولكن راه ملي جاتني الكلمه كنت تحركت انا يا معك. ودي بلاصتي ماشي مشكل، بلاصتي. تحياتي